هنتكلم مع بعض على آخر درس في الوحدة الأولى تاريخ بعنوان 25 يناير، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. فطبعا أنت استنتجت هنا إن احنا هنتكلم على ثورتين اتنين. أول ثورة هي ثورة 25 يناير دي 2011، والثورة الثانية ثورة 30 يونيو سنة 2013. أولا الثورتين دولت وخصوصا ثورة 25 يناير 2011 بتختلف عن اي ثورات انت خدتها قبل كده. انت كنت واخد قبل كده الثوره العربيه وثوره 19 وثوره القاهره الاولى. ثوره 25 يناير 2011 بتختلف عن باقي الثورات ليه؟ قال لك لان التكنولوجيا والانترنت هو كان سبب قيام الثوره دي. ازاي؟ الانترنت يا جماعه دخل مصر سنه 2004. سنه 2010 2011 بدا الشباب يعملوا جروبات على الفيس ويتكلموا على السلبيات اللي الدوله يعني بتتعرض لها في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك. اولا ثوره 2011 ديت هتقوم على الرئيس محمد حسني مبارك علشان يعزلوه. ثوره 2013 هتقوم على الرئيس محمد مرسي علشان برضه يعزلوه. المهم ثوره 25 يناير يعني مختلفه عن باقي الثورات في ايه؟ قال لك لانها مرتبطه بالتكنولوجيا الحديثه، وكمان ان الشباب بداوا يتجمعوا على الجروبات على الفيس ويتكلموا على المساوئ بتاعه الحكم، وحددهم الميعاد اللي هو 25 يناير 2011 كتاريخ لقيام ثوره 25 يناير لعزل الرئيس محمد حسني مبارك. تمام؟ يجيب لك زي مقدمه كده، بص في كتابك بعد اذنك. بيقول لك ثوره 25 يناير 2011 تعد الثوره من الثورات الفريده في التاريخ المصري الحديث، وساهمت التكنولوجيا المتطوره ووسائل الاتصال في اندلاع الثوره لتشمل شتى انحاء البلاد. ايه هي الوسائل اللي استخدموها؟ قال لك الشبكه الدوليه للمعلومات اللي هي الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك. قال لك ولم تكن ثوره 25 يناير وليده هذا التاريخ، ولكن كان في عوامل ادت الى قيام الثوره. ايه هي العوامل ديت؟ فعندنا سوء الحاله الاقتصاديه، فعندنا سوء الحاله الاجتماعيه، الاحوال التعليميه والصحيه، حاجه اسمها قانون الطوارئ، في كمان تزوير الانتخابات، وهنعرف الكلام ده. سيب اللي في ايدك وبص معانا النماذج. اول حاجه معايا من اسباب قيام ثوره 25 يناير 2011 وهي حاجه اسمها سوء الاحوال الاقتصاديه. سوء الاحوال الاقتصاديه. طب ايه السبب في كده؟ قال لك سبب الموضوع ده حاجتين اتنين. اول حاجه معايا وهي حاجه اسمها الانفتاح الاقتصادي، وتاني حاجه اتباع سياسه اسمها سياسه الخصخصه. بص معايا، بنقول الاحوال الاقتصاديه متدهوره، يعني البلد وضعها الاقتصادي متدني متدهور. ليه؟ بسبب حاجتين اتنين. اول حاجه الانفتاح الاقتصادي، واثنين اتباع سياسه اسمها سياسه الخصخصه. هفهمك يعني ايه. اول حاجه هو الانفتاح الاقتصادي. يعني ايه الانفتاح الاقتصادي؟ اول حاجه عايز اوضحها لك ان وضع الاقتصاد في مصر كان عامل ازاي، والمصانع كانت ملك لمين. في عندنا حاجه اسمها قطاع عام وقطاع خاص. ايه الفرق؟ حد عارف؟ القطاع العام ده لما المصنع يبقى تبع الحكومه، بتاع الحكومه. انما القطاع الخاص لما المصنع يبقى بتاعنا، بتاع محمد، بتاع محمود، ملك افراد يعني بمعنى صح. تمام؟ طيب قبل اتباع سياسه الانفتاح الاقتصادي المصانع كلها كانت قطاع عام، يعني ملك لمين؟ للحكومه. والحكومه مشكلتها ان الاساليب اللي كانت بتستخدمها في المصانع كانت اساليب تقليديه. الالات كانت قديمه عفى عليها الزمن، يعني الات من زمان جدا. تمام؟ فجت الحكومه بسياستها الخاطئه فتحت الباب قدام المستثمرين. هم عندهم مصانع بتاعتهم والالات اللي بيستخدموها الات بدائيه وتقليديه، وفتحوا الباب قدام المستثمرين. المهم المستثمرين جايين بالمصانع بتاعتهم، المصانع بتاعتهم حديثه، الالات بتاعتهم حديثه، واحنا عندنا اساليب تقليديه. مين اللي هيبيع منتج جودته احسن؟ القطاع العام. يعني مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر؟ القطاع العام. يبقى دلوقتي المصانع بتاعت الحكومه ايه اللي بيحصل لها؟ بدات تخسر، فبدات الحكومه تبيع في المصانع ولكن باسعار قليله، فتحول القطاع العام لقطاع خاص فيما يعرف بسياسه الخصخصه. ان احنا بعنا المصانع بتاعتنا بدل ما كان قطاع عام اصبحت قطاع خاص، بعناها لرجال الاعمال باسعار رخيصه. طب تعال نقارن كده ما بين ان مصنع الالبان ده هو يبقى بتاع الحكومه ويبقى بتاع محمد، يعني يبقى تبع القطاع الخاص،
اولا الحكومه لما كانت بتبيع علبه اللبن كانت بتبيعها ب 5 جنيه، تمام؟ لما المصنع بقى بتاعي لان عايز اكسب، فرفعت سعر الحاجه بدل ما كان ب 5 جنيه بقى ب 30 جنيه، يبقى الاسعار اللي حصل لها ارتفعت، تمام؟ انا عايز اكسب بقى، انا مستثمر رجل اعمال وشاري المصنع بقد كده وعايز ايه؟ اكسب واعوض الفلوس اللي دفعتها دي. رقم اثنين، الحكومه لما كانت مشغله في القطاع العام في المصنع كانت مشغله 3000 عام، فطبعا لما المصنع بقى بتاعي انا واخده بالعمال بتوع اللي شغالين فيه، فقلت هو انا هدي مرتبات ل 3000 عامل، انا كده هخسر، فبدات اشوف الشغلانات اللي هي ملهاش لازمه وبدات اسرح العمال اللي فيه، فالمهم في الاخر صفيت ال 3000 عامل على 2000 عامل، اتبقى قد ايه؟ اتبقى ال 1000 دولت، قلت لهم انت هتاخدوا معاش مبكر، يعني ايه؟ يعني هتقعدوا في بيتكم ما انتوش هتشتغلوا، فزادت نسبه الايه؟ البطاله، خلاص الناس مش لاقيه شغل، طب ده كلته مش يؤدي الى ثوره؟ يؤدي الى ثوره طبعا. يبقى بص معايا كده، اول حاجه خدناها وهو سوء الحالة الاقتصادية. الأحوال الاقتصادية متدهورة، ليه؟ تقول لي بسبب حاجتين اتنين، أول حاجة وهي سياسة الانفتاح، اتنين سياسة الخصخصة. الانفتاح الاقتصادي معناه ايه؟ ان هم فتحوا الباب للمستثمرين اللي هم المفروض جايين بالمصانع بتاعتهم بالآلات الحديثة، في حين ان المصانع بتاعتنا مصانع تقليدية، الآلات اللي معانا آلات بدائية، فبالتالي مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر؟ مين اللي هيطلع منتج كويس ومين اللي مش هيطلع منتج كويس؟ اللي هيطلع منتج كويس القطاع الخاص، واللي هيخسر الحكومة، فبالتالي المصانع بما انها بتخسر ما بتجيبش همها، فاضطرينا ان احنا نبيعها، فبدل المصنع مكان قطاع حكومي او قطاع عام اصبح قطاع ايه؟ قطاع خاص. المستثمرين بقى عايزين يكسبوا يعملوا ايه؟ يرفعوا الاسعار المنتج بتاعنا. الحكومه يا جماعه لما كانت بتبيع علبه اللبن ب 5 جنيه عشان في دعم نازل على المنتج، الحكومه بتدعم المواطنين والفقراء، انما المستثمر هيهمه الفقير؟ مش هيهمه الفقير في حاجه، هو كل همه ان هو يزود ثروته وخلاص، فبدا يزود الاسعار، وكمان بدا يسرح العمال فيما يعرف بالتقاعد المبكر او المعاش الايه؟ المبكر. خلاص، يبقى ده اول سبب هو سوء الحاله الاقتصاديه. ادي قال لك اهو تدهور الاوضاع الاقتصاديه بسبب الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علميه. هو ايه الصح اللي كان المفروض يحصل لما انت يفتح الباب قدام المستثمر؟ تكون طورت نفسك الاول بحيث لما يجي تعرف نفسه، انما انت فتحت له الباب وخلاص، طب اتفرج بقى وريني اقتصادك هيعرف يسد قصاده ولا لا. معايا؟ طيب بعد كده لك التطبيق الغير سليم لسياسه الخصخصه، حيث تم بيع مؤسسات الدوله باقل من سعرها الايه؟ الحقيقي. ليه؟ ما عشان بتخسر بقى، قال لك ما احنا مش عارفين ننافسهم يبقى احنا بنخسر. قال لك لصالح فئات معينه من رجال الاعمال، وده ادى الى ارتفاع الاسعار وتجمع الاف العمال بعد خروجهم بنظام التقاعد المبكر وانضمام لصفوف البطاله من الشباب في وقفات احتجاجيه. نزلي رجلك يا استاذ توهيه وارجعوا بس ورا شويه. نزلي رجلك التوهيه. ارجعوا بدل سنه صغيره بس، وقفوا ارجعوا. بس بصوا معايا. رقم اتنين قال لك سوء الاوضاع الاجتماعيه. تمام كده؟ طيب رقم اتنين قال لك سوء الاوضاع الاجتماعيه بسبب ايه؟ قال لك بسبب عدم وجود عداله في توزيع الدخول. يعني ايه؟ تلاقي واحد بيقبض مرتبه مثلا 1000 جنيه ومن 2011 بقى، تمام؟ وواحد تاني بيقبض مرتبه 50000 جنيه. بالله عليك ده في عداله؟ لا طبعا. واحد ما هوش لاقي عشاء قبل ما ينام، واحد اساسا بيرمي الاكل في الزباله من كتر الاكل، فطبعا هنا مفيش عداله اجتماعيه، الدخل القومي مش متوازن، فده اسمها سوء العداله الاجتماعيه او سوء الاوضاع الاجتماعيه. يبقى لك اهو بسبب زياده الفوارق الاجتماعيه، في فرق كبير، واحد بيقبض مبلغ كبير، واحد بيقبض مبلغ قليل. بين طبقات المجتمع وغياب العداله الاجتماعيه في توزيع الثروات. طيب رقم ثلاثة قال لك سوء الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية. تدخل المدرسة تلاقي الديسكات كلها متكسرة، تخش الحمامات تلاقيها بايظة ومعجنة خالص، تخش الفصل تلاقي حوالي 90 ولا 100 طالب والطلبة كلهم قاعدين فوق بعض على الديسكات ومكسرين الدنيا، والأحوال التعليمية في حد ذاتها مش كويسة. تخش مثلا مستشفى تخش سليم تطلع تعبان. الأحوال الصحية برضه متدهورة، المستشفيات برضه أحوالها متدهورة، الدكاترة بتحوط أصلا المستشفيات، المستشفيات نفسها الالات اللي هم المفروض بيكشفوا بها على العيانين بايظه، هنعمل ايه؟ معايا؟ فده كلها تؤدي الى قيام الثوره. طيب عندك بعد كده رقم 4 هو الاستمرار العمل بقانون الطوارئ. صلى على النبي. اول حاجه عايزين نعرفها يعني ايه قانون الطوارئ. قانون الطوارئ يقصد به هو اسقاط الحقوق
الدستورية للمواطنين. اسقاط الحقوق الدستورية لمين؟ طب ده بيتطبق امتى؟ قال لك بيتطبق في الفترات اللي بيكون فيها حروب او عدم استقرار. طب تعالى نفهم من الاول برضو يعني ايه قانون طوارئ. بص يا استاذ، حاليا في الوضع العادي خالص ما ينفعش حد من رجال الشرطه يوقفك كده وانت في الشارع ويفتشك، يقول لك هات الشرطه اللي معاك ديت ويقعد يفتشك، او ياخد منك التليفون ويقعد يشوف صور بتاعتك مثلا او يفتش في التليفون. ليه؟ هو الدستور بيكفل لك كده. ليه؟ بيقول لك الماده مثلا 57 في الدستور بتقول ان المواطن يحق ليه ان ما حدش يفتشه ولا حد يكسر عليه باب الشقه ويفتشه او ياخده يحطه السجن من غير حاجه. تمام؟ انما في قانون الطوارئ في الوقت اللي فيه حروب وعدم استقرار الحكومه مش هتسال كل واحد، لا ده الحكومه تعمل اللي هي عايزاه. ليه؟ عشان احنا في فتره ما فيهاش استقرار وفتره كلها حروب. تمام؟ طيب تخيل بقى، بص كده، تخيل ان من سنه 1981 لحد 2011 من اول لما مسك محمد حسني مبارك وهو مطبق قانون الايه؟ الطوارئ. يعني الحكومه بتعمل اللي هي عايزاه في مين؟ في الشعب. الحكومه اللي بتكلم عليها دي اللي هي مين؟ الشرطه، صح ولا لا؟ بص كده، ايه الفرق الاول يا اسماء بين الشرطه وبين الجيش؟ الجيش ده بيحمي البلاد من الخارج، اي خطر خارجي هو اللي واقف على الحدود. انما الشرطه اللي هو اسم البوليس، حصل خناقه بين اتنين تلاته تلاقي عندك العساكر جايين ياخدوهم وحاجات زي كده. فالمهم الشرطه هي اللي بتتعامل مع المواطنين. فبمعنى اصح جيت في الفتره الاخيره الشرطه سقت فيه. امين شرطه مثلا ما هوش عاجبه واحد يقوم جاي واخده من قفاه وحطه في السجن. واحد برضه شايفه كده ما هوش عاجبه يقوم جاي مفتشه. داخلين بيوت الناس واخدين ناس من قفاها شاكين فيها يقوم جاي حاطينها في السجن وحاجات زي كده. فاصبح في عدد كبير من الاسرات ابنائهم محطوطين في السجن ظلم وهم مش عارفين هو فين حته اصلا. تمام؟ طيب فدي طبعا من ضمن الايه؟ الاسباب. ليه؟ عشان في قانون اسمه قانون الايه؟ الطوارئ. هو انا في قانون طوارئ انت مالكش حق. معنى صح كده انتوا كشعب مالكوش اهليه عندنا، لو ضربناكم بالنار محدش هيسالنا احنا بنعمل ايه. خلاص؟ طيب يبقى الكلام ده كان في عهد محمد حسني مبارك ومن اسباب قيام ثوره 2011. قال لك وذلك منذ تولي الرئيس مبارك الحكم اكتوبر 81/5. قال لك تزوير الانتخابات البرلمانيه لمجلس الشعب 2010. تعال افهمك النقطه دي. بص يا استاذ، هو الرئيس مين اللي بيحاسبه؟ ربنا، صح؟ مش كده؟ عندك الرئيس محمد حسني مبارك اهو. مين المفروض اللي بيحاسب الحكومه؟ حاجه اسمها مجلس الشعب. بحيث ان الحكومه لو عايز تاخد اي قرار لازم تاخد راي مين؟ مجلس الشعب. ولو خدت قرار غلط مين اللي هيحاسبها؟ مجلس الشعب. المهم كان في حزب اسمه الحزب الوطني. اسمه الحزب الايه؟ تخيل ان الحزب الوطني دوت اساسا تابع للحكومه. فبالله عليك هيعرض الحكومه في حاجه؟ ده الحكومه هي اللي جايبه اصلا، مش كده؟ المهم الحزب الوطني دوت بيتعمل انتخاباته كل 5 سنوات. المهم خلصت الخمس سنين بتاعته لسنه 2010 وقلنا هنعمل انتخابات ومن اخر الحزب الوطني دوت احنا مش هينتخبوا. الشعب المصري كله اتفق ان محدش هينتخب مين؟ الحزب الوطني. عملنا انتخابات لقينا الحزب الوطني كسبان بنسبه حوالي 97%. يبقى بالتالي الانتخابات دي اللي حصل لها اتزورت، صح ولا لا؟ واحد ما بيذاكرش طول السنه ولقيناه مقفل الماده اخر السنه يبقى كده الواد ده ايه؟ غش، مش كده؟ نفس الفكره. الحزب الوطني ده ما كانش حد بيطوق اصلا ولا حد انتخبه. نبص في نتيجه الانتخابات لقيناه فايز بنسبه 97%. ده انت كده حصل تزوير وش يعني، صح ولا لا؟ فهنا الشعب اتاكد ان مفيش عداله اجتماعيه وفي تزوير في الانتخابات، فيلا نعمل ايه؟ يلا نعمل ثوره. تمام؟ فبص كده بيقول لك ايه؟ تزوير الانتخابات البرلمانيه لمجلس الشعب عام 2010 حيث حصل الحزب الوطني على 97% من المقاعد وبهذا خلى المجلس من اي معارضه وطنيه ايه؟ تذكر. دي كلها اسباب لايه؟ لقيام ثوره 25 يناير 2011. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى كده الثوره قامت ازاي. بصوا معانا الماده. افهم مني الاحداث عشان الجزئيه اللي جايه دي مهمه. اول حاجه خالص بيقول لك يوم 25 يناير 2011 ايه اللي حصل؟ قال لك يتفاجئ الشعب او يتفاجئ الحكومه بانضمام الشعب في بعض الميادين الرئيسيه زي ميدان التحرير. كلهم يتجمعوا في بعض الميادين زي ميدان التحرير. وفي البدايه
الشعب ما كانش عايز يعزل محمد حسني مبارك، امال ايه؟ ده هو بس يعني بيطلبهم تحسين الاوضاع السياسيه والاقتصاديه اللي في البلد، يعني بيظهرهم السلبيات اللي موجوده وعايزينك تصلحها. تمام؟ يعني المظاهره في البدايه كانت مظاهره ايه؟ سلميه. كانت مظاهره ايه؟ لا عايزين يخربهم ولا يدمروا ولا اي حاجه خالص. طيب بص معايا بقى، قبل الثوره مش الشرطه كانت بتضرب في الشعب، صح؟ طب تخيل بقى لما الشعب يعمل ثوره، الشرطه هتسيبهم؟ لا، الشرطه هتكمل ضرب فيهم، صح ولا لا؟ فالمهم في البدايه الشعب كان نيته ان المظاهره ايه؟ سلميه. يتفاجئوا يلاقوا الشرطه بتضرب في قلب الشعب. طب الشعب يسكت؟ لا خلاص بقى، ده احنا متجمعين، ده احنا قوه. فبقوا بيضربوا في مين؟ في الشرطه. اي حد لابس ميري ولا لابس عسكري كانوا بينفخوه، لدرجه ان هم هجموا على الاقسام وفتحوا السجون عشان يطلعوا عيالهم اللي هم محبوسين. فاكر لما كنت بقول لك كانوا بياخدوهم من البيت يحطوهم في السجن؟ فاكر الكلام ده؟ فالمهم حصل صراع ما بين الشعب وما بين مين؟ الشرطه. مش الشرطه اللي المفروض بتحفظ الامن والنظام داخل البلد؟ يبقى كده ما عادش امن ولا ايه؟ ولا امان. لما هيفتحوا السجن هيطلعوا عيالهم ويسيبوا الحراميه؟ لا، ده السجن كله اتكسر، فالحراميه كلهم كمان ايه؟ طلعوا. فبقى البلد كلها مليانه حراميه اللي هم طلعوا يعني من السجون، وما عادش في شرطه بتحفظ لا امن ولا ايه؟ ولا نظام. فبدا يظهر معانا حاجه اسمها اللجان الشعبيه. اللجان الايه؟ ايه اللجان الشعبيه ديت بقى؟ كل قريه مسؤوله عن نفسها ازاي تحمي نفسها. ازاي؟ يعني مثلا في قريه نفيه احنا عارفين الشباب بتوع نفيه، فبقى الشباب بتوع نفيه يتجمعوا مثلا حوالي 50 واحد على كوبري نفيه، واحد تاني على 50 تانيين على كوبري الملاح. ما يخلوش حد من بره القريه يدخل القريه. ليه؟ عشان احنا عارفين ان المساجين طلعوا من السجن، فمش عايزين حد غريب يدخل البلد يعني. تمام؟ يعني بمعنى صح اللجان الشعبيه هي اللي قامت بدور الشرطه في الثوره، لان الشرطه خلاص ما عادش في شرطه. تمام؟ طيب البلد كده يعتبر ثابت، صح؟ فبيقول لك يجي هنا بقى دور القوات المسلحه. ينزل الجيش من على الحدود ويساعد اللجان الشعبيه في حفظ الامن والايه؟ والنظام. طيب كل ده محمد حسني مبارك فين حته؟ قال لك محمد حسني مبارك اصدر قرارين اتنين عشان يهدي الشعب. اول قرار هو تعيين نائب للرئيس، وكان اسمه عمر خيرت، مش عليك في المنهج ان هم عين نائب لمين؟ للرئيس. رقم اتنين قال لك عمل حكومه جديده. كل ده عشان يرضي مين؟ يرضي الشعب. ولكن قلت لك كان حصل صراع ما بين الشعب وبين مين؟ فكان مات عدد كبير من الشعب. فانت هتقول لي ما طالبنا من الاول سلميا، انت ما رضيتش. فالمهم الشعب في الاخر ما اقتنعش بالكلام اللي بيعمله ده، وبداوا يطالبوا برحيل وتنحي محمد حسني مين؟ مبارك. وفي الاخر يضطر محمد حسني مبارك 11 فبراير سنه 2011 للتنحي عن الحكم. واللي يمسك البلد، اسمها حاجه مهمه بتيجي في الامتحان، واللي يمسك البلد بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك رئيس القوات المسلحة. يعني جهة قضائية ولا جهة عسكرية؟ عسكرية. خلي بالك الثورة الجاية هيبقى جهة قضائية دلوقتي اهو. كان اسمه المشير محمد حسين طنطاوي، هو ده اللي مسك البلد بعد ما تنحى محمد حسني مبارك. خلاص؟ تمام؟ دي أول ثورة، هي ثورة كام؟ 25 يناير. مفهومة؟ حد مش فاهم؟